السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني والله بصوا، هي فضيحة. طبعا أنا الكلام اللي هقوله ده في ناس إعلاميين مش هتطلع تتكلم فيه، بس ادينا بنتكلم ونقول يمكن صوتنا يوصل للمسؤولين. واحد زي أسامة نبيه ده لما طلع يتكلم امبارح بعنجهية وغرور ينم عن جهل عن أساسيات التدريب مع إبراهيم فايق، اللي عين ده لازم يتحاكم. اللي عين الراجل ده ان هو يبقى مدير فني لمنتخب الناشئين بتاع 20 سنه لازم يتحاكم. اللي مشى ميكيلي لازم يتحاكم. اللي مخلي وائل رياض يتنطط بين المنتخبات، واحد ولا مؤاخذه بيقول للعيبه عندك لاعب واثنين مساعدين ورا، وانت اصلا بتغير زيت عربيه. هي دي المدربين اللي بتمسك منتخب مصر؟ وبنسترخص ندفع فلوس في الخبراء الاجانب اللي بتيجي تطور. تعال اتفرج على منتخب المغرب اهو في دور الثمانيه. البي طالع يقول لك اصل منتخب جنوب افريقيا خسر مش عارف كام 5 من كولومبيا، بس وصل دور ال 16. ما ده انجاز بالنسبه له. منتخب نيجيريا وصل يا باشا دور ال 16. انت عملت ايه؟ اصل انا طلعت غانا اقوى منتخب في كاس الامم المؤهله لكاس العالم. يا فرحتي بيك، ده انت واخد رابع. ده انت جايب لعيبه معظمها اصلا بالمحبه وبالواسطه وشخلل يا بلدين عشان تعدي. في لعيبه من نادي الاتحاد السكندري في بطوله الجمهوريه والكلام برضو والعهده عراوي، في لعيب منهم هداف الدوري، في لعيبه بتلعب. انت جايب لعيبه اصلا ما بتلعبش وجاي تتفرج على الماتشات الوديه. بلاش اللاعب بتاع ليفربول اللي هو تحت 21 سنه اللي مسجل هدف في جالاتا سراي في تشامبيونز ليج، اللي هو للشباب اللي بتتعمل مقترنه بالتشامبيونز ليج الكبار. قلت عليه ان هو لعيب لا يصلح. مدرب يطلع يقول اصل انا كنت مخبي اللعيبه محوشهم للماتشات الجايه. اصل دي حاجات لا يفهم فيها غير المدربين. لا يا عم، احنا ناس جهله على قدنا ما بنعرفش كوره. مشكله. هي دي هي دي العقليه التي تدار بها مصر في الاتحادات في الرياضه بالذات. عقليه المحبه حبه وشايلنا شايلك وريح عشان هنسيح. احلى مسا عليكم يا جدعان. واللعيبه طالعه، المدرب طالع يقول لك اصل انا اليابان كانتش قادره. يا راجل ده انت في اليابان ما شوطش غير شوطين، اليابان شايطه عليك 21 شوطه. لعيبه اليابان لما لقوك هلهوله ابتدوا يستهتروا بيك ويقول لك اصل انا كنت مستحوذ طول ماتش نيوزيلندا اللي كسبتك 2-1. يا فرحتي بالاستحواذ. جيت اصل انا كسبت بطل المنظم شيلي. يا حلاوتك برضو انت طالع تالت. ده انت لولا اليابان كسبت نيوزيلندا 3 انت كنت هتبقى انت الرابع. هي دي العقليات التي تدار بها الكرة المصرية. واحد بيبقى مشخصن الامور. لما كان حتى في منتخب مصر مع كوبر مشخصنه مع حسام غالي، كان بيعاقب مؤمن زكريا ان هو انتقل من الزمالك الاهلي في البرايم بتاعه ما ضموش للمنتخب. نفس الكلام وليد سليمان. وياخد شيكابالا اصل انا راجل زملكاوي اكره يا عيني ان اشوف الزمالك بيتغلب. يا حيلتي يا ضنايا يا قلب امك، صعبت عليا. اقسم بالله فعلا تدار مصر في الكوره بالذات بالايه؟ بالهمبقه والفهلوه. وكل واحد ولا مؤاخذه فاشل يطلع يمسك له منتخب. هي ماشيه كده. تيجي بقى تتكلم يا باشا اعمل زي منتخب المغرب، دور وجاب وعمل وطور والدنيا بقت تمام. مفيش. وعايز تقول لي اصل احنا ممكن نبقى زي المغرب؟ المغرب يا باشا خدت رابع عالم في كاس العالم وكانت حق انها تكسب كرواتيا، وكانت عامله ماتش بس ما قدرتش تجاري فرنسا. كسبت البرازيل، كسبت اسبانيا والبرتغال. ده المنتخب الكبير. اما المنتخب اللي خد ميداليه اولمبيه على حسابك، على حساب منتخب ميكيلي، هزقك 6-0. ودي حلقه انا اتكلمت فيها قبل كده. الناس قعدت تقطع. طفشتوا ميكيلي راجل خبير كان هيعمل لك فرقه تطلع تطاحن الكبار. هو ده المنتخب اللي هيغذي العناصر بعد كده المنتخب الكبير. ما هي دي العقليات. يقول لك اصل انا كنت محوش اللعيبه لماتش المكسيك. هو انت يا اسطى وصلت للمكسيك حتى؟ هو انت يا اسطى وصلت حتى يعني تلعب؟ يا راجل ده انا لو جبت 11 جدع من الشارع هيلعبوا احسن من الناس دي. وبعدين يا جدعان المنتخب الكبير يعتبر مثلا يمكن هيكون ممكن اخر كاس عالم ليه اللي جاي ده او اللي بعديه. وطبعا الحمد لله احنا ربنا كرمنا وصعدنا كاس العالم.
والناس برضو بتقطع في حسام حسن. للأسف عقلية الناس اللي بتدير الكرة المصرية عقلية لا تصلح غير للبزنس والتجارة والهمبكة. لكن ان هي تشتغل وتعمل زي الناس ولا مؤاخذة في شمال افريقيا، زي المغرب، زي الجزائر، زي مثلا دول افريقيا اللي مثلا عندها بيبقى المنتخب فيه 22 محترف، زي السنغال، نيجيريا، الكاميرون، بلح يا بيه. الناس اللي انت قاعد بتتريق عليهم يا كابتن أسامة نبيه، يعني او الأسامة غير نبيه بالمرة، الناس دي بتخطط وبتخلي لعبتها تطلع تحترف بره. اتمنى ينتهي العبث ده، وان الناس تحاسب المسؤولين عن تعيين الناس دي، عشان الكرة المصرية لا تضرب بالواسطة. يا ريت يعني. السلام عليكم.